أحلى حلوى النهاردة بقى لإخواتنا الأقباط بمناسبة عيد الميلاد، وكل سنة يا رب وهم طيبين وفي صحة وفي زيادة وفي أمن وأمان، اللهم أمين. واجمعنا يا رب كلنا كده مع بعض في مودة ومحبة ورحمة كما قال الله عز وجل. هنعمل لهم النهاردة بقى أحلى فطيرة تفاح خطيرة جدا، ملهاش وصف يا جماعة، خطيرة وروعة وطعمها تحفة فوق الخيال. تعالوا نشوف الفطيرة دي احنا عملناها ازاي. عندي هنا كيلو من الحليب، بنزل عليه بمعلقة كبيرة من الكستر، وكمان كوباية صغيرة من دقيق السومولينا أو دقيق البسبوسة، 3 معالق كبار من السكر ما شاء الله، ومعلقة من كريم الشانتيه، أي حاجة معلقة كبيرة يا جماعة. هنا بقى كوباية من الدقيق، اللهم بارك، وقلب كلهم على البارد كده. وبعد كده أحط الخليط ده عندي على نار هادية جدا، لأن لازم يتقل معايا الخليط. شايفين حضراتكم أنا هنا بقى حطاه على نار هادية جدا، أقلب فيه كويس جدا لما أسيبه يتقل معايا ما شاء الله. هنا بقى الخطوة ديت بقى يا جماعة أنا عايزة أعلي التست معايا جدا. بجيب عندي علبة زبادي صغيرة، بحطها على خليط الحليب معايا، هتلاقيه تقل في ثانية. وبعد كده بقى إيه، معلقة كبيرة من السمنة، وكمان بنزل بفانيليا سايلة علشان تعلي التست معايا جدا، اللهم بارك. الكريمة دي يا جماعة اعتمدوها عندكم في كل الحلويات، أحلى كريمة بقى للحلويات، خطيرة بجد ما شاء الله، أحلى حشوة تحشوها ما شاء الله. هنا بقى أسيبها عندي تبرد، أحطها في طبق تاني، اللهم بارك، وأسيبها عندي تبرد على ما أجهز باقي الفطيرة ما شاء الله. بس طبعا أنا مش بسيبها منها للهوا، لازم أغطيها بكيس تلاجة ما شاء الله. آدي أسيبها تبرد عندي على الرخامة ما شاء الله. شايفين حضراتكم؟ يبقى احنا كده ايه، خلصنا اول حاجة في الفطيرة. نيجي بقى على الخطوة اللي بعد كده، بجيب عندي الحلة الصغيرة، بحط فيها 1.5 كوباية من السكر و1.5 كوباية من المية، احطهم عندي على البوتاجاز يغلي معايا الشربات لمدة 5 دقايق، وبعد كده انزله واحط عليه معلقة صغيرة من القرفة الناعمة، واسيبه يبرد تماما معايا. بجيب هنا بقى الصينية مدهونة عندي بسمنة كويس جدا خاصة في الجناب، وبروح بقى ايه جايبة لفة جلاش، بنزل بقى بورقتين اللهم بارك. شايفين حضراتكم بين كل ورقتين بدهن سمنة كويس جدا ما شاء الله. شايفين الصينية معايا مربعة؟ شايفين حضراتكم؟ أنا دلوقتي عملت جناب من الجلاش، بنزل بقى كده بعد ما خلصت لفة الجلاش معايا، بروح بقى ايه الجناب كلها المرتفعة دي بنزل بيها، بس لازم أدهن من السمنة ما شاء الله. بعمل بقى الخطوة دي كل شوية كده، ألم كل الجلاش معايا. أنا هنا بعمل أرضية معايا للفطيرة ما شاء الله، ولا عجينة ولا أي حاجة خالص، ولا تكلفي ولا تتعبي نفسك نهائي، هي بلفة جلاش هتعمليها وخطيرة جدا ما شاء الله. هنا بقى أنا خلصت الجلاش ولميته كله على بعضه، بنزل بقى عندي هنا بالكريمة معايا كده واحدة واحدة. الكريمة جمدت معايا، بس احنا دلوقتي هنعملها بالمعلقة، هنفردها كويس جدا على الجلاش بالمعلقة ما شاء الله. الخطوة دي مهمة جدا اللهم بارك. شايفين حضراتكم؟ ادي اظبط بقى عندي كده كل الكريمة معايا ما شاء الله. دي خطوة مهمة جدا، تفردي الكريمة كويس جدا وتخلي كل مكان معاكي فيه كريمة ما شاء الله. الحشوة دي خطيرة جدا. وبقى على الوش كده بروح جايبة ايه بالفرشة ودهنها بالسمنة. عندك بقى اي فواكه، انا بقى ايه كان عندي تفاح ما شاء الله، وقلت احلى حاجة نعملها لاخواتنا الاقباط ما شاء الله. جبت بقى تفاح كده وقطعته شرائح، اي تقطيعة بقى تعمليها يا ست الكل اللهم بارك. وتظبطي بقى الصينية بالشكل ده، وعلى وش الصينية بدهن برضو بسمنة، وبعد كده بدخلها عندي فرن سخن جدا على درجة حرارة 180 الرف الأوسط، بتطلع معاكي خطيرة جدا اللهم بارك.
أول بقى ما بيطلع معاكي من الفرن تسقيه من الشربات البارد معايا. أنا حطيت قرفة يا جماعة علشان أنا عارفة إن التفاح بيحب القرفة جدا ما شاء الله، التيست بتاعهم بيبقى عالي ما شاء الله. أسيبها تبرد عندي تماما نص ساعة بقى، وبعد كده بقى إيه، أنا قلبت الصينية زي ما حضراتكم كده شايفين وقدمتها في صينية التقديم ما شاء الله. تعالوا بقى نقطع القطعة معايا خطيرة جدا، اللهم بارك. شايفين بقى حضراتكم القطعة طالعة متماسكة ازاي، اللهم بارك. وصدقوني طعمها خطير جدا، القطعة ديت مش قعدت يعني، أنا حطيتها في الطبق قدام حضراتكم كده بس اتصدرت طبعا يعني ما شاء الله، بألف هنا وشفا يا ربي لكل اللي ياكل منها، اللهم أمين. شايفين حضراتكم شكلها خطير ازاي، اللهم بارك. شايفين بقى التفاح بعد بقى ما دخل الفرن طعمه خطير جدا، وادي بقى الجلاش من تحت ارضيته جميله وروعه. اتمنى حضراتكم تجربوه، مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، اتمنى ان حضراتكم تتابعوني على اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.